الناشفيل تندرز دي فيها 3 ليفلز مختلفه من السبايسي، وده تحدي النهارده بيني وبين الشباب، فاستنوا لاخر الفيديو عشان تشوفوا التحدي ده. والمكان ده هو فلير، وجاي لنا من اسكندريه على القاهره عشان يورينا الناشفيل تشيكن بتتعمل ازاي، وده واحد من اكتر الاماكن المعروفه في اسكندريه في الاكل. مكانه قدام سيلانترو في الكوربه، والنهارده يوم الافتتاح فهم لسه في السوفت اوبننج، فلسه بيظبطوا المنيو ولسه كمان هيزودوا ايتمز جديده. بدأنا بالسويت اند كريسبي، وده بيبقى عليه قطعة تشيكن تندر ما بين 2 توست وكول سلو وبيكلز وامريكان تشيز، والصوص اللي عليه بيبقى هاني ماسترد. ده خطير خطير. وده بقى الفلير ديلوكس، وده برضو ساندوتش ناشفيل تشيكن، العيش بتاعه بريتزل عليه مشروم وكريم تشيز وبيكن. لا ده عالمي عامة، المشروم جامد قوي جامد. وده اللودد ماكن تشيز، وبيبقى عباره عن ماكن تشيز عليها ناشفيل فرايد تشيكن وعليها بيكلز وفلير صوص، ودي بقى بالنسبه لي كانت مفاجاه. عن صوص الناشفيل مع الماكن تشيز خطير خطير. Fight. Round 1. الحاجة الموحوة بسم الله. جامد ولا لا؟ مفيش حاجة لسه ضربت، فأنا خايف. أنا كواحد ماليش في السبايسي قوي، ده السبايسي بتاعها بالنسبة لناس كتير قوي هيبقى عادي، أنا بالنسبة لي عادي فاستحمله. Round 2. خش بقى على ليفل 2، ليفل بعد على طول اللي هو كلاس 18. سبايسيز بتاعتها عامة الليفل مش عالي قوي، عادي يعني الليفل بتاعها متوسط فعلا، هو ليفل بتاعه حرفيا. Round 3. نخش على ليفل 3 الديث نوت، يعني بنقصد هو في سبايسي بس عادي اكله ايه التهريج ده. وبعد كم السبايسز اللي اكلناها في الناشفيل فرايد تشيكن دي، كان لازم نرطب بسوفت ايس كريم من عندهم، والصراحه كان طعمه خطير. وهنا كنا مستنيين دونة زي اي زبون عادي طبعا، ومن كتر ما انا كنت مركز مع الايس كريم نسيت ادوق عمور اصلا، والسوفت ايس كريم ده عمل اللي عليه الصراحه. بعدها دوقنا سونز واليوم قفل على كده.